الجواز بأخرى في حد ذاته مش ضرر علشان الزوجة الأولى تروح ترفع دعوى طلاق. لازم ليه شروط، لازم يكون في ضرر لحق بالزوجة الأولى نتيجة الجواز، يعني ضرر مستقل بذاته عن واقعة الزواج نفسها. المشرع في قانون الأحوال الشخصية المصري اللي معمول بيه حتى وقتنا هذا اشترط على الزوج اللي بيتجوز على مراته ان هو يكتب اقرار بحالته الاجتماعيه في عقد الجواز الجديد، ويكتب اسم الزوجه لو كانت واحده او اكتر يكتب اسمائهم وعناوينهم، واشترط على المأذون ان هو يبعت لهم خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ان هو اتجوز عليهم جوازه تانية. وادى الحق للزوجه في حاله توافرت الشروط بتاعه تطليق للزواج باخرى انها في خلال سنه من تاريخ علمها بالجوازه انها تلجأ للمحكمه عشان تتطلق. ولو هي ما لجأتش للمحكمه خلال السنه، سواء بقى وافقت ضمنيا على الجوازه دي، سقط حقها في طلب الطلاق. ولها الحق انها تطلب الطلاق خلال السنه حتى لو ما كانتش اشترطت عليه في عقد الجواز ان هو ما يتجوزش عليها، مش شرط تكون اشترطت عليه كده. لو عدت السنه وهي خلاص رضيت بالوضع ده، مش من حقها تلجأ للمحكمه للتطليق للزواج باخرى، الا بقى لو هو اتجوز واحده تانية عليهم هما الاثنين. في الحاله دي مده السنه بتبدا من تاريخ الجوازه الثانيه. ايه بقى هي الشروط اللي المشرع اشترطها؟ اولا اشترط ان يكون عقد الجواز الجديد ده صحيح، ما يعني مجرد الخطبه ما تكفيش، لو عقد الجواز فاسد او باطل مش كفايه، لازم يكون خلاص اتجوز بعقد جواز صحيح. حتى لو ما دخلش على الزوجه الثانيه يكفي كتب الكتاب. الشرط الثاني ان يكون اصابها ضرر سواء بقى مادي او معنوي نتيجه هذا الزواج، لان واقعه الزواج نفسها زي ما احنا قلنا في حد ذاتها مش ضرر. ضرر المادي يعني لو كان مثلا جوزها دخله محدد، يعني كان بيديها مثلا مصروف 1000 جنيه في الشهر، فالجوازه الثانيه اثرت عليها وقللت معيشتها شويه، يعني بقى بيدي لها ب 700 او 800، ده كده اصابها ضرر مادي من الجواز. او ضرر معنوي لو هو قلبه بيميل للجديده شويه، يعني فضل الجديده عليها، فده سبب لها ازمه نفسيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وان خفتم الا تعدلوا فواحده.